عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة النفق الكتير في المزارع، نفق الفراخ، المشاكل اللي بتحصل كشان الفراخ، الأمراض الكتير اللي بتحصل فراخ، الأوزان المتأخرة في الوزن. فالنهاردة هكلمكم عن مشكلة خطيرة جدا وهشرحها لكم بالتفصيل، وازاي تتفاداها أو تتعامل معاها لو لا قدر الله ظهرت عندك في العنابر، وهي الاي بي. الاي بي يا جماعة هو يعني اخطر فيروس بيصيب الفراخ، اخطر من نيوكاسل، اخطر من انفلونزا الطيور، اخطر فيروس فعلا بيصيب الفراخ. ولذلك بيطلقوا عليه يعني اسم كورونا الطيور. المهم بقى، تعالى اسمع بقى معايا كده واحدة واحدة عشان نشرح لك المرض، عشان تعرف طبيعة المرض وتعرف تتعامل معاه ازاي، ولو لا قدر الله جالك، وازاي اصلا تحافظ على فراخك منه انها ما تجيش، والاسباب اللي بتخليه يظهر معاك بسرعه، والسبب ان في كتاكيت او انواع معينه بتبقى عرضه ليه. اول حاجه كده يا جماعه بخصوص الاي بي، يعني هنتكلم عن اولا بتظهر الاعراض بعد 24 ل 48 ساعه من دخول العدوى، ويبدا التعافي خلال اسبوع ل 10 ايام في ظروف التربيه الجيده. ولكن في ظروف التربية الوحشة بقى والعك اللي احنا بنقول عليه، بتستمر يمكن أسبوعين وتلاتة كمان، وممكن لما لا نهاية تخلص على القطيع بحاله ومفيش أي تحسن. علشان كده ما تعتمدش على الأدوية فقط في علاج الاي بي. الأدوية 50%، والشغل بتاعك أو التربية الصحيحة أو التعامل بالطريقة الصحيحة 50%، علشان الفيروس ما يزيدش معاك عن أسبوع، وما يكونش الأسبوع كلته نفق عالي، يكون في الحد المسموح. اتنين، أو الحاجة التانية يا جماعة، الكتكوت المصاب بالميكوبلازما أو الكتاكيت طبعا المصابة بالميكوبلازما بتكون شديدة الإصابة، أو من سهل إصابتها بالأي بي. والكتكوت المصاب بالميكوبلازما يا جماعة، بتكون الإصابة شديدة فيه، أعلى وفيه وأعلى، ومدة المرض أطول. وعلشان كده لو الكتكوت مصاب بميكوبلازما من عمر يوم، الأفضل إن أنت ما تستلمهوش في الظروف بتاعت الشتاء بالذات. يعني ممكن في الصيف آخد الكتكوت وهو فيه ميكوبلازما، ممكن يمشي شوية، إنما الأفضل إنك ما تستلمش كتكوت فيه ميكوبلازما. طب لو لا قدر الله جه الكتكوت وفيه ميكوبلازما وأنت ما عرفتهاش، أو لأي ظروف أنت استلمته وخدته وخلاص، يبقى في الحالة دي يا جماعة، أول ما تحس إن في ميكوبلازما أنت تتعامل صح في الاستقبال، سواء في ميكوبلازما أو مفيش. تحط برنامج وقائي في التحضير كويس قوي ضد الميكوبلازما، أو يتعامل مع الميكوبلازما علشان ما يكونش عندك أو ما تكونش عرضة للإصابة، سواء بقى كتكوتك حلو أو وحش لا قدر الله. بس لو في ميكوبلازما لازم كورس مكثف من الأدوية. والأفضل الحقن للميكوبلازما يا جماعة في الأعمار الصغيرة، حتى لو من عمر يوم، عمر 2 يوم 3 أيام، احقن كتاكيتك الأفضل، واشتغل على حاجات مناسبة وتركيبة تنفع للميكوبلازما. تالت حاجة يا جماعة، الطيور اللي بتتعافى من الاي بي غالبا بتكون ممنعة، ولكنها بتظل حاملة للفيروس، وبتستمر في افرازه فترات طويلة قوي معاك. يعني ممكن تصل ل 15 ل 20 اسبوع كمان في الامهات. اما في الفراخ بتاعتنا ممكن بتتن معاك 15 يوم و20 يوم عادي جدا، ان في الفيروس موجود في الفرخة، بس هي ممنعة منه. لكن الفيروس موجود، فممكن يصيب فراخ تانية ما اتصابتش، وبالتالي احتمالية تكرار الإصابة يا جماعة وارد. وده كمان بيحصل للأسف في الكتاكيت اللي بتجيلك، بنقول عليها كتاكيت أهالي، أو شركة ما عندهاش ضمير، فبتديك من قطعين مختلفين وبتكمل لك عدد وخلاص. وكتاكيت الأهالي لأنها بتبقى من كل فيلم أغنية زي ما بنقول، والمناعات ما بتبقاش واحدة، فأي إصابة فيه حتى الجمبور وحتى نيوكاسل بتلاقي الإصابة معاك بتطول قوي، لأن الجزء المصاب أو المناعات منها مختلفة، فجزء بيصاب بعد جزء، والجزء المصاب دايما على ما يبدأ يخف بينقل العدوى للسليم، وبيستمر معاك الموضوع ده. الحاجة الرابعة يا جماعة، إن الأبحاث أو بعض الأبحاث وإن قلت يعني مش كتير،
بتشير إلى إن الفيروس ده بيتنقل بالهواء عن طريق الهواء لمسافة تتعدى 1 كيلو. ولذلك وبشكل احترازي يعني ما ينفعش في نفس المنطقة نحصن تحصينتين مختلفين، وده مهم جدا يا جماعة. إننا ما ينفعش نحصن في منطقة واحدة أكتر من تحصينة مختلفة. آه، ولازم ننسق مع بعضنا يعني، ونشتغل كل محافظة أو كل مركز أو كل قرية على حسب المحيط بتاعك وحسب عدد التربية، إن إحنا نحصن تحصينة موحدة. 5 يا جماعة برضو الساعة، سوء التهوية، السموم الكلوية، أهم الأسباب اللي بتزيد شدة أو احتمالية الإصابة. خلي بالك السموم دي بتبقى كارثة في الفراخ. وعشان كده بننصح يا جماعة من اليوم الثالث أو الثاني أو الرابع بالكتير أوي لازم تنزل مضاد سموم أو منشط كبد، ويتن مستمر معاك. لأن السموم بتضيع معاك الوزن، بتضرب معاك المناعات، بتدمر الجهاز المناعي خالص، طبعا بتدمر الكلى وبتدمر الكبد، بتخلي الفرخة معاك عرضة لكل الفيروسات وكل الميكروبات. ما تستهزاش بالسموم، القصة في السموم مش النافع. تمام. تاني حاجة أهم حاجة برضو أو هنقول عليها ديت هتبقى معانا بقى في الإيه، في الشق التربية. في شق التربية بقى لازم ترفع درجة الحرارة بتاعتك، لو لا قدر الله عندك إصابة يعني من 2 ل3 درجات فوق الطبيعي. ده بيقلل الناتج عن الإصابة، بشرط إن أنت تكون مهوي كويس عن برك ما ينكتمش، وتزود التدفئة معاك درجتين أو 3. أثناء الإصابة ممنوع استخدام أي أدوية لها تأثير سلبي على الجهاز المناعي يا جماعة، أو الكلى، أو استخدام المقشعات في حالة السدة التنفسية الشديدة. وده خطأ شائع ومدمر للقطيع. مقشعات عشان الإخوان العرب موسع الشعب، الحاجات ديت بتبقى مدمرة يا جماعة في حالة إن لو في سدة في القصبة الهوائية. الدوكسي، الأموكسي، الأوكسي، الحاجات ديت تقيلة جدا على الكلى، بتزعل الكلى، وكمان بتهز المناعات وبتقلل المناعات معاك، وبتخلي كتكوتك ينفق أكتر والمرض ينتشر أكتر. ممكن نستخدم، ولازم يعني بنستخدم مضاد حيوي، بس حاجات زي اللينكو، حاجات اللي هي ما بتأثرش على المناعة. كمان ممنوع تعديل العلف أو تقليل المحتوى البروتيني إلا إذا كان هناك تأثير سلبي على الكلى يصعب علاجه بالأدوية. لأن تغيير العلف زي ما له آثار إيجابية برضه له آثار سلبية كتير. طبعا يعني احنا لو سحب العلف قل والفرخة الكلى متدمرة قوي، فبنفضل ان احنا بننزل دشيش يا جماعة لمدة من 24 ساعة ل 48 ساعة، وعسل اسود وكربونات والحاجات اللي هي بتشتغل على الكلى وعلى الكبد، علشان فرختنا ترجع تقف على رجلها تاني. يمكن بتضيع شوية من الوزن، بس بعد كده أول ما بتاكل في العلف بتدخل على علف تاني وبتعوض اللي فقدته، لأن كده كده هي الفراخ هتقف عن الأكل. فما تقولش أصل الدشيشة وهتنشف كده كده فراخك هتخس وكده كده هتنزل في الوزن. فالأفضل إن احنا نخف بقى الحمل البروتيني لو الكلى متأثرة جامد. الافضل ان انت تخف البروتين خالص، فبننزل بالدشيش مع العسل الاسود مع بيكربونات الصوديوم. ممكن نحط حاجات تشتغل على الفيروسات زي الشطه. الحاجات ديت هتظبط معاك الدنيا الى حد ما ان شاء الله مع البرنامج العلاجي اللي انت حاطه. كمان ممنوع تحصين الاي بي في ماء الشرب. الافضل انك ترشه مش تقطره كمان. يعني الاي بي انا بفضل رشه، على الاقل نقطره. تمام. انما ان انت تنزله في ماء الشرب يبقى انت ما عملتش حاجه. اهم حاجه بقى يا جماعه تطهير المزرعه بعد الاصابه من الفيروسات. وده امر سهل جدا يعني، بشرط استخدام المطهرات المناسبه بالتركيز المناسب وزمن الاتصال المناسب. وعاده ما تكون المطهرات المؤكسده هي افضل المطهرات. واهم حاجه على الاقل يعني ما تسكنش المزرعه بعد التطهير. يعني طهر مره واتنين، وتقفل مزرعتك من 10 ل 15 يوم، علشان ان شاء الله باذن الله ما تتكررش معاك الاصابه تاني. ان شاء الله يعني بتمنى اكون قدمت لكم حاجه مفيده، او تطلع من الحلقه بمعلومه. اتمنى ان انت تعمل للحلقه دي شير، تعمل لها لايك، تعمل منشن لحد مربي، ممكن اي حد يستفاد منها، فكلنا نكسب اجر وصواب.
وإن إحنا نقف جنب أي حد ولو بيكلمنا وكده. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة النفق الكتير في المزارع، نفق الفراخ، المشاكل اللي بتحصل كشان الفراخ، الأمراض الكتير اللي بتحصل فراخ، الأوزان المتأخرة في الوزن. فالنهاردة هكلمكم عن مشكلة خطيرة جدا وهشرحها لكم بالتفصيل، وإزاي تتفاداها أو تتعامل معاها لو لا قدر الله ظهرت عندك في العنابر، وهي الأي بي. الأي بي يا جماعة هو يعني أخطر فيروس بيصيب الفراخ، أخطر من نيوكاسل، أخطر من إنفلونزا الطيور، أخطر فيروس فعلا بيصيب الفراخ. ولذلك